بتستعدي دولة خارجية على بلدك. انا اللي بستعدي دولة خارجية؟ انا اللي عامل شركة وشركة مع اسرائيل وبصدر لها الغاز بعقد شخصي. طيب انا اللي بعمل كده. الوطنية لما تبقى عالية قوي اجي انا اقول ان شاء الله يجي مين؟ ان شاء الله يجوا اليهود بس يخلصوني من اللي انا فيه. يجي الشياطين الحمر ويخلصونا من العصابة دي. ده مش حكومة، دي تشكيل عصابي يا بنتي. ده تشكيل عصابي. لما واحد اسمه احمد عز يكسب في السنة 40 مليار جنيه، ازاي يعني؟ في بلد مش لاقي الطعمية، ازاي؟ مين احمد عز ده؟ يقرب لمين؟ هتلاقيه صديق الباشا ولي العهد وغيره والراجل اللي اسمه بتاع السيراميك ده. ايه دول؟ الناس دول طلعوا من امتى؟ وعملوا الثروات دي ازاي ومنين؟ واحنا مش لاقيين العيش الحاف. مش كان زمان يقول لك ده احنا يا دوب بناكل عيش وطعميه. لا مفيش عيش حاف، الناس بتموت عشان العيش حاف. ينفع؟ لو كنت طلعت غني كنت هتقول نفس الكلام؟ لو كنت طلعت غني هبقى وسخ ما اقولش نفس الكلام طبعا. غني يعني حرامي. غني في بلد مش لاقي العيش، اللي معاه مليون جنيه يبقى حرامي.